حطينا 5 كاسات مية وكاسة سكر. هات محمود اللي بتساعدنا. لحظة، ليش تحط الزهر اللي عمرتيه؟ هاتي شو اسمه، اعطيني الكاسة اول شغلة نفرجيهم اياها للناس. قديش كاسة؟ هاي الكاسة طبعا اللي هي هاي الحجم تاعها. احنا حطينا في المية هون 5 كاسات مية وكاسة سكر بالحجم اللي شفتوه اللي هو هذا طبعا. هلا هذا كاس السميد. بدنا نبلش ندير شوي شوي مع التحريك بشكل بسيط جدا. هاي مرتي ام محمود الله يخليها يا ربي، هي اللي بتساعدنا فيها مع التحريك مستمر طبعا. اكيد العيار مزبوط 100% اذا حطينا 5 كاسات مية وكاسة سكر وكاسة سميد. وطبعا ما بدنا ننسى نحط لهم شوية مية زهر بالاخر لما يجي يستووا مشان تعطينا نكهة طيبة وريحة حلوة. طبعا بندير السميد شوي شوي بطريقة سهلة، وما احسن كبتل لانه ديرناها بسرعة مرة واحدة بكبتل بصير مش مزبوط السميد. اقترب يستوي. طبعا كل العملية ما بتستغرق اكل دقائق، اشي خفيف ابو 3-4 دقائق بكون طبعا كل شي جاهز. هاي اللي هي حلاوة السميد اللي بتنحط مشان تمرية. هلا شبه قربت تستوي. بدنا نحط شوية مية زهر صغيرة، ايوه نقطة صغيرة مية زهر. حطيت مية زهر محمود ما بشوفوهاش الناس. فرجي مية الزهر. لحظة مش تديري، فرجيهم. ايوه خلاص، نقطة مية زهر صغيرة مشان تعطينا نكهة طيبة وتصير زاكية. هلا بنضل نحرك فيها وبنطفي الغاز بعد ثواني، لحظة، وبنديرهم. خلص هيك. هلا بنطفي الغاز وبنديرهم في صينية، في صينية التقديم هاي. ايوه هاي الصينية اللي هاي الصينية بنتركها طبعا لتبرد اكيد. وهيك نحكي لكم الف صحة وعافية. محمود ممكن اغلبك تاخذي هاي مني اذا سمحتي. وطبعا راح نكمل الفيديو هذا بس تجهز العجينة، تاخذ وقت تستريح 8 ساعات وتبرد هذا، وان شاء الله نرجع معاكم مرة ثانية. واهلا وسهلا فيكم، صحتين وعافية.